تذبذب لأسعار الدولار الأمريكي ليصل إلى 48 جنيه و13 قرش في البنك المركزي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جبنا لكم آخر تحديث لسعر الدولار قدام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48 جنيه و13 قرش للشراء، 48 جنيه و26 قرش للبيع. في البنك الأهلي وبنك مصر سجل الدولار 48 جنيه و14 قرش للشراء، 48 جنيه و24 قرش للبيع. أما في البنك CIB التجاري الدولي وبنك القاهرة كان نفس السعر تقريبا، 48 جنيه و14 قرش للشراء، 48 جنيه و24 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 48 جنيه و14 قرش للشراء، 48 جنيه و24 قرش للبيع. يعني الأسعار النهاردة تقريبا كانت مستقرة ومتشابهة في كل البنوك الكبيرة. لو حصل أي تغيير إن شاء الله هنزله على طول، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.